كلنا طبعا فاكرين الكرة دي اللي تسبب فيها محمد عمار، وطبعا حظه انها جت في العرض. في البداية استلم محمد عمار من احمد عادل. اول خطأ انه استلم بوضعية ما ينفعش يلعب غير في الاتجاه ده، اللي عمل فيه مسح بصري. الاتجاه ده للأسف خارج نطاق الخدمة لأنهم قافشين على بعض. طبعا بصيت لقيت في نفس الاتجاه إيريك، وطبعا كان بيشوف الحوار ده يخلص عليا. محمد عمار وضعية إبراهيم عادل مش هتسمح إنه يلعب الكورة غير في الاتجاه ده، وللأسف الحلول في الاتجاه ده كلها مقفولة. تعالى بقى أحسب خطوات إبراهيم عادل: واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ومحدش فكر يعمل معاه أي حل. كان لازم اتجاه الكرة يكون هنا بسبب اتجاه ضغط إبراهيم عادل، لكن قراره الغلط إنه يحاول هنا تسبب إنها تتقطع. رغم إنه خطأ ساذج جدا، إلا إن ده مش معناه إنه لاعب سيء، بل بالعكس هو لاعب جيد جدا وبيشتغل على نفسه وعايز يتطور.